السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين إيه؟ يا رب تكونوا بخير. موضوعين كده على السريع للجماعة بتوع المنوفية والفيوم والغربية، الحقوا هناك الزمالك بينقط. الحقوا، ما اصلا خلاص بقى بينقط للمصري، بينقط للبنك الأهلي، فما جاتش على الزمالك منهار حرفيا كده، منهار الزمالك. مش هو ده الزمالك وأداء الزمالك اللي يقدر يحافظ على الهدف؟ مقدرش يحافظ على الهدف 4 دقايق. 4 دقايق ليه؟ ليه ما يعني؟ يعني بالعقل كده الفريق ده هو اللي كان مع جوميز، هو اللي كان مع جوميز. كان الفريق ده بيطلع نار من بقه ومن رجله ومن كل حاجة. دلوقتي اللياقة البدنية واقعة من أول دقيقة. يعني في ماتش البنك الأهلي، أسهل ماتش. مش هو ده البنك الأهلي اللي كان فايز 4 على سيراميكا، اللي أنت تقابلها من الجمعة الله أعلم هتعمل معاها إيه. مش هو ده المصري اللي كان مع علي ماهر، اللي انت تعادلت معاه. محدش مش هنعلق الشماعة على الحكم برضه. لنا ضربة جزاء اتحسبت ظلم، لنا هدف ما اتحسبش، غير النتيجة، ايوه. بس انت جايب الهدف في قدام البنك، جايب الهدف في الدقيقة 90، مش عارف تحافظ عليه ال4 دقايق ال5 دقايق. يعني فين شخصية الزمالك من احنا شفناه مع جوميز ومع جروس، كان نتائجه حلوة. مين بيسيريو ده بيحط تشكيلة من منين؟ من كتالوج غير الرياضة. ازاي 3 ورا، وازاي طلع مش عارف محمد شحاتة يطلع ازاي، مش عارفين عنده حاجات كده. والإدارة ما بتطلعش بيان حتى ان اتظلمت من حكام. بطريقة الإدارة دي، لو طلع قرار لجنة الاستئناف بإعادة المباراة عادي، خدوا الموضوع عادي. لو قال لكم الزمالك هيهبط السنة برضه خدوا الموضوع عادي. اصل خلاص بقى، انت شايف صحبات المكان او ادارة المكان او مش ده طلع عليك قرار بوقف الجماهير مباراتين، انت طالع تصدق على الكلام. طب ما هي الجماهير برضه شتمت في ماتش الاهلي، يا ماتش الاهلي الجماهير برضه شتمت. فين بقى العقوبات؟ قبل 48 ساعة كانت العقوبة نازلة على الزمالك. مفيش سرعة. واسمع بقى اخواتنا الاهلاويه، الدوري موجه لمين؟ ده انت واخد 44 دوري، واقرب منافس ليك الزمالك واخد 14 دوري. انت معاك فلوس وبتصرف ومش عارف ايه، بس كلمتين صغيرين كده. انا عايز اعرف نوع الزيتون اللي انت بتجمعه ايه، عشان احنا عندنا الزيتون اللي انا اعرفه اللي هو العقص والعجيز والتفاح. فانت لو بتزرع زيتون غير ده، اصل انت بتقول لي انا بجيب صفقات عشان كاس العالم عندنا مش عارف كام مليون دولار طيب ما الترجي واخد وما جابش صفقات، والوداد المغربي واخد وما جابش صفقات، وكل الأندية اللي صاعدة كأس عالم ما فيش. ده ريال مدريد ممكن يمشي أنشيلوتي البنا بعد الدوري. اشمعنى انت؟ يعني عاوزين نعرف. ده فشل من إدارة الزمالك، ده برضو عشان ما تطلعش. انت ماشي نادي معذور وما معكش فلوس والدنيا، اروح اجيب مدرب، امشي مدرب جروس، واروح اجيب مدرب افشل منه، وبيدفع مرتب الاتنين. يعني بيدفع مرتب جروس وبسري، زي ما الاهلي برضو مشى كولر وهيدفع له المرتب لحد ما يشوفه هيشتغل ولا هيعمل ايه. فانت كنت داخل الدوري ال- قبل ماتش، بعد ماتش القمه كنت قريب قوي من الدوري، من المركز الثاني، مع نتائج مع مع البيراميدز والاهلي انهم بيشاركوا في افريقيا، فواقعين. وشفنا بيراميدز عامله ازاي قدام فاركو، ومغلوبه. بس يعني فرق قليل. تروح لا والله لا ساعدكم، اوعى انت يا اهلي اركن انت يا بيراميدز، والله لا ساعدكم، افتح لكم انا الطريق بالتعادل قدام المصري، بالتعادل قدام البنك الاهلي. ما تعلقليش على الحكام. انت جايب الجول في الدقيقه 94، يعني في الدقيقه 90 مش عارف تحافظ على الهدف 4 دقائق 5 دقائق. من الزناري، دونجا، ايه اللي احنا فيه ده؟ فين الاداره تطلع بني حتى ان هربت من الحكام؟ لا انت وقع عليك غرامه مرتين،
مرتين بمنع الجمهور مباراتين وما طلعتش بيان. انت بتطلع تصدق على الكلام. فين الكلام ده؟ ما تلاقيش الاداره شغاله فيه ولا بيعملوا حاجه فيه. يطلع بقى ايه؟ قرار لجنه الاستئناف او لجنه التظلمات. القرار هيطلع سواء من لجنه الاستئناف باعاده المباراه او بعدم اعادتها او بالثلاث نقط، او خلاص انت بعدت. انت حتى انت مش عارف تحافظ على الكونفدراليه. يعني حتى الكونفدراليه اللي كانت قريب منها، جه فريق خد منك كتب تاريخه ومشي. انت فين من الكلام ده؟ مفيش. الاداره تطلع توضح للناس، تشوف وقف القيد، تشوف موضوع الصفقات. بنشوف النادي الاهلي ده موضوع. الموضوع التاني موضوع طبعا ترتيب الدوري بقى خلاص. ترتيب الدوري خلاص كده. بعد طبعا المباريات اللي اتلعبت دي، بنشوف الاهلي والزمالك بس خلاص بقى والموضوع خلص.